الجزء الاول من سلسله لانش بوكس المدارس، واول وصفه معانا وهي لانشون. يلا بينا نعمله في البيت بكل سهوله وطريقه صحيه ولذيذه. اول حاجه في الكبه هتحطي 5 بيضات وعليهم علبه من الجبنه المثلثه اللي هي 8 قطع، و4 فصوص من الثوم كبار، و4 وحدات من الحبهان. هنفتحها ونخرج الحبوب اللي جوه نحطها، عشان لو ضربناها بيها كده ممكن ما تتوبش معايا وتتقطعش كويس فهتضايقنا. بعد كده مكعب من المرقه وفلفل حامي وبارد مقطعهم عشان يدونا طعم حلو قوي، وكمان قيمه غذائيه. هضربهم كويس قوي لحد ما يدوبوا معايا تماما. بعد ما اتاكدت ان هما اتضربوا كويس قوي هبدا بقى احط بقيه المكونات بتاعتي، وهي كوبايه الا ربع من الزيت، ربع معلقه من الملح، ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود، ربع معلقه من الكزبره الناشفه. وبعد كده تروحي للعطار، يا اما تجيبي لون طعام احمر او تقولي له عايزه دم غزال تحطي منه حاجه بسيطه خالص هيلون معاكي جامد. كده هنحط 5 معالق من الدقيق. عايزين القوام لا خفيف ولا تقيل، يكون قوام في نفس سمك الكيكه. هنرجع بقى نضربها كويس قوي. شايفين اللون بقى احمر كده وخطير ازاي؟ واثناء ما احنا بنعمل شغالين في الخلطه هنكون مولعين على حله نصها ميه، حله كبيره نصها ميه، نسيبها تسخن معايا كويس قوي وتبدا تغلي. هنفضي بقى السكينه بتاعتنا كويس قوي ونجيب الكوبايه. اسمعي الخطوات اللي جايه دي مهمه جدا عشان تنجح معاكي وصفه اللانش. هاتي كوبايه حطي فيها كيس، صبي فيها الخليط بتاعك عشان نخليه شكل اسطواني زي بتاع بره بالظبط. بعد ما تصبي الخليط فيه بالشكل ده هتجيبي الكيس تطلعيه كده وتطلعي منه الهواء، ودي خطوه مهمه جدا، لازم تطلعي منه الهواء. وعلى طرف الكيس هتلفيه بالشكل اللي قدامك ده، تلفيه كده لفه بسيطه، وتجيبي خيط وتقعدي تلفي فيه كويس قوي عشان نتاكد ان الميه متدخلش جوه الكيس خالص، ولا ان السائل يخرج من الكيس بالشكل اللي قدامك ده. وبعد كده هننيم الخليط بتاعنا وهنمسح كويس قوي طرف الكيس عشان نجمع الخليط في جزء واحد عشان يدينا شكل اسطواني ويبقى كله مع بعض. بعد كده هنروح على الحله نحط فيها الخليط، نمسكه 3 ثواني بس عشان الخليط يمسك معايا. بعد كده هحطه على نار عاليه واسيبه ساعه، بس بعد ما يمر نص ساعه تروحي تقلبي الكيس على اليمه التانية عشان هو بيطفو على السطح، فما يبقاش يمه استوت ويمه لا. بتسيبيه ساعه وتطلعي تفتحي من الكيس على طول وتسيبيه يبرد تماما. وبعد كده بتشيليه بقى في علبه او في كيس تاني وتحطيه في التلاجة لتاني يوم يكون مسك معانا. طعمه يا جماعه حكايه حكايه حكايه، وحلو قوي ولذيذ وهيعجب الاولاد جدا، ويبقى احلى وافيد واصح من بتاع بره. وكده وصلنا لنهايه الفيديو. متنسيش تشتركي في القناه وتعملي لايك، واستني بقيه الاجزاء من سلسله لانش بوكس المدارس. ولو عايزين اي وصفه اكتبوها لي في الكومنتات. باي باي.